السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هعمل معاكم الكيك بالسوس الليمون، حاجة كده رائعة جدا ان شاء الله تنور رضاكم. يلا كده نقطعوا حتة مع بعض. شايفين الجمال قد ايه؟ هشة ومرتفعة والمسام كمان ناعمة وجميلة ازاي. يلا كده نبتدوا. معايا هنا بيضتين رايح اضربهم كده بالمضرب، هنزل عليهم بكيسين من الفانيليا. بعد كده هنزل بنص كوباية من الزيت، هنزل بيها سرسوب كده. بعد كده هنزل بالسكر تدريجيا مع الاستمرار في الضرب. بعد كده هنزل بنص كوباية من اللبن الرايب، ليها عامل مهم جدا في الكيك، بخليها طرية كده وهشة. بعد ما ضربت الخليط هنزل بقى بكوباية ونص من الدقيق. نزلت بالكوباية الأولانية، نص الكوباية التانية بقى ربعها نشا وربعها دقيق. النشا بيخلي مسام الكيك ناعم كده وجميل. هنزل بقى على الدقيق برشة من الملح، على رشة من الكربوناتو، كمان معلقة كده من البيكنج باودر. هنخل بقى الحاجات دي كلها، يفضل بقى تنزلي بيه تدريجيا، حبة وتضربي وحبة وتضربي، بلاش تنزلي بيه مرة واحدة كده. بعد ما ضربته كده بقلب بقى بالسباتيلا وامسح الجناب كده واجيب من تحت لفوق علشان لو فيه اي دقيق. بعد كده بقى الصينية همسحها كده بمادة دهنية. بعد كده رايحة ابدرها بالدقيق، هنزل بالخليط بتاع الكيك. رايحة احط بقى الخلة كده في الكيك علشان لو في اي فراغات واسعة كده ولا حاجة. بعد كده بقى جبت صينية ألمونيا وحطيت فيها الصينية، رايحة ادخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة. نبدأوا بقى نعمله صوص الليمون. معايا كوباية من السكر، على كوباية من المية، نص كوباية من عصير الليمون، معلقتين كده من النشا. رايحة اقلب كله على البارد. بعد كده بقى رايحة اعزز لون صوص الليمون بنقطتين كده من اللون الاصفر الصحي ده. بعد كده رايحة ارفعها على النار لحد كده ما الفقاقيع بتاعة الصوص ده تبان، واتأكد كده ان النشا استوي. وترفعيه بقى من على النار. بعد كده ما خرجنا الكيك من الفرن بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، هبدأ بقى اقلبه. بعد ما قدمنا الكيك في الطبق بالشكل ده، تبدأي بقى تنزلي عليها بسوس الليمون. قدميه بقى بالشكل اللي يعجب حضرتك وبأي طريقة. حبايبي، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.